دي صينية جلاش مصرية باللحمة المفرومة، لذيذة ومقرمشة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص. لايك وشير للفيديو ويلا بينا نبدأ. في طاسة على النار هنسخنها الأول كويس جدا وننزل فيها بنص كيلو من اللحمة المفرومة من غير أي دهون ولا حاجة. أنا اكتفيت بالدهون اللي موجودة داخل اللحمة، ولكن اللحمة اللي عندكم لو مفيهاش أي نسبة من الدهون هتحطوا معلقتين كبار من الزيت أو الزبدة. وبنبتدي نسيب اللحمة كده لحد ما تاخد صدمة حلوة وتغير لونها من تحت، ونبتدي نقلب فيها كده لحد ما اللحمة كلها تاخد لون واحد. بعد كده بننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة لصغير أو مفرومة في الكبة. بنشوح البصل كده لحد ما ريحته تطلع أو يدبل حاجة بسيطة مع اللحمة. بعد كده بنضيف التوابل فلفل أسود وكمون وبابريكا وكمان الملح ونص معلقة صغيرة من القرفة، وكمان معلقة صغيرة من التوم المفروم، وقرن فلفل رومي مضروب كده في الكبة مع نص قرن فلفل حامي. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كده كويس لحد ما نشم الريحة الحلوة بتاعة التوم والتوابل، وكمان البصل والفلفل اللي احنا حطيناهم يتبلوا. هنسيب اللحمة على نار هادية تستوي وكمان يتبخر منها السوائل اللي نزلت من الخضار. وبعد لما بنتأكد ان هي استوت خلاص بنشيلها من على النار ونسيبها تهدى شوية. لدهان الجلاش هنحتاج 3 معالق كبار من الزبدة، عليهم 3 معالق كبار من السمنة، و3 معالق كبار من الزيت. باحطهم كده على النار لحد ما الزبدة والسمنة يدوبوا كويس في الزيت، علشان أقدر أدهن بيهم رقات الجلاش بتاعنا. للصينية اللي هنستخدمها في الجلاش، الصينية دي المقاس الوسط في الطقم ال3. أخدت كده الصينية وحطيتها على لفة الجلاش علشان آخد مقاس الورقة اللي هتناسب الصينية بتاعتي، يعني قصيت منها حاجة بسيطة كده علشان المقاس بتاعها يكون مظبوط كده في الصينية. دهنت بقى الصينية الأول بخليط الزبدة والسمنة، بعد كده بحط ورقتين بورقتين وبدهن ما بينهم بخليط الزبدة على السمنة. ونخلي بالنا واحنا بنحط المادة الدهنية ما نكترهاش قوي علشان ما يبقاش تقيل معانا، وكمان مدهن كده واحنا بناكله. ما بين كل ورقتين بندهن بخليط الزبدة والسمنة لحد ما نخلص نص لفة الجلاش. أهم حاجة الجلاش عندنا يكون متغطي بفوطة علشان بينشف معانا بسرعة. بنحط الورق ولو في زيادات كده بسيطة من الجناب بنبتدي نتنيها بالشكل ده كده. تمام أوي كده. بعد لما خلصنا نص لفة الجلاش من تحت بنحط بقى العصاج كده في النص. كخطوة اختيارية ممكن تحطوا كمان رشة كده من الجبنة الموتزاريلا. وبنبتدي نرص باقي لفة الجلاش على الحشو بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الطبقة الأولى. بعد لما بنخلصهم بنبتدي بقى نقطع الصينية بالشكل اللي احنا حابينه. ما ينفعش أبدا الجلاش يدخل الفرن زي ما هو كده، لازم يتقطع قبل ما بيدخل الفرن. وبنبتدي ناخد الصينية بنكون مشغلين الفرن على 180، هناخدها نحطها على الرف الوسطاني والفرن بيكون والع من تحت بس. يا دوبك كده تاخد 10 دقايق في الفرن لحد ما أطرافها تحمر. وفي الوقت ده هنعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الجلاش. عندي كوباية من الحليب بحط عليها بيضة وبخفقهم كويس جدا مع بعض لحد ما البيضة كده تختفي. بعد كده بحط رشة صغيرة من الفلفل الأسود وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبخفقهم كويس جدا مع بعض، وبنزل بقى بيهم على الجلاش بعد ما خرجته من الفرن. الجلاش بعد لما عدى عليه 8 دقايق بالظبط خرجته وحطيت عليه التشريبة بالشكل ده كده. بعد دقيقة ولا حاجة كده هنلاحظ ان الجلاش بتاعنا وهو سخن اتشرب التشريبة كلها. هندخل الصينية الفرن تاني مولعة برضو من تحت بس لحد ما الأطراف كده تحمر وتاخد لون. بعد كده هنشغل عليها الشواية تاخد لون حلو كده من فوق. بنأكد كده التقطيعة تاني بالسكينة قبل ما بنخرجه من الصينية بعد لما بيبرد شوية علشان نخرجه بكل سهولة. وشوفوا لي بقى ما شاء الله الجلاش مورق قد ايه وريحته بجد كانت رهيبة. ما شاء الله الجلاش كان مقرمش من بره وطري من جوه ونكهته لذيذة جدا وطعمه كمان رهيب.
وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت وحبيت أشاركها معاكم. أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب لو مش مشتركين. مع السلامة يا حلوين.